هذا الشعير لقحته يوم وليلة جنبي الزميتة. طبعا الزميتة تعرفوا ليبيا كلها شرقها غربها جنوبها. في رمضان الناس كبار السن يحبوا يسحروا بيه، يديروها بزيت الزيتون وبالتمر بالعسل بأي حاجة. بعد أنا جربتها كانت أمي يرحمها وجت يحمسها فيها بالرملة، لكن ما نجحتش معي طريقة الرملة، ما نجحتش معي غير رمل حمسها. اللي بيه بعدين يحط لها كاكاوية، يحط لها لوز ويشيلها يطحنها في المطحنة برا في المطحنة، بعدين نغربلها. وفي كويسة في أي وقت، في السحور، في العشاء، في ناس الكبار السن يفضلوها في الصبح فطور، يفضلوها في السحور مع سكر مع عسل مع تمر، يخلطوه معاها، يطحنوا معاها لوز، يطحنوا معاها كاكاوية. لو نحمسها على النار يطيب الشعير، يطيب مني يطيب. في بعض مناطق في الغرب يطبخوا في طبخ، يطبخوه بعد يطبخوه يحمسوه، لكن أغلبية الناس تحميس يحمسوه فيه، تحميس أغلبية الناس. طبعا هذين من الزميتة من تراثنا الليبي، تراث جدودنا الأولين، أيام حرب الطليان وأيام المجاعة وأيام شيء، كانت تسند لهم الزميتة هذه. كانت يعدي المجاهد ياخذ زميتة معاه، يشيل معاه زميتة، كأنه شيل معاها رزق الدنيا كلها. جدودنا الأولين كانوا يشيلوا فيها معاه في الجهاد، كانت سند الهم، قوت وسند الهم، وكانت كاينهم شايلين رزق الدنيا كلها معاهم. ياخذوا معاهم الزميت، ياخذوا معاهم التمر، ياخذوا معاهم زيت الزيتون، ايام حرب الطليان وايام الحروب تاعت الطليان. كل اللي بين يعرفوا الزميتة يفضلوا، حتى العويلة الصغيرين يحبوا الزميتة. ليبيا كلها تعرفها، شرقها غربها جنوبها. كمون العريس هو كمون الزميتة. بعد ما نحمسها ونطيبها نشيلها المطحنة، نغربلها ونحطها في خفاضات. الناس الكبار يحبوا يفطروا عليها في الفطر، يتسحروا بيها، وكويسة في الشتاء. كان أيام الشر وأيام المجاهدين، أيام حرب الطليان وأيام كان المجاهدين ياخذوا فيها معاهم. لما ياخذوا مع الزميتة كان ياخذ كنز الدنيا كلها، مع زيت الزيتون ومع تمر مع عسل مع طبعا زيت الزيتون يجروا فيها هي لما البسبولة نخلطها نعجنها مع زيت الزيتون. يحب عسل، يحب سكر، يحب رب، اي شيء يحب يحط مع حلوى المعجونة، الحلوى الطحينية، كل واحد ورغبته. هذا من التراث بتاعنا، التراث الشعبي القديم، هذا من جدودنا الأولين. بعد ما نحمسها نشيلها المطحنة، ممكن نحط لها لوز، ممكن نحمسها، ممكن كاكاوية نحمسها، ممكن جرجيرين اللي هو السمسم، ونحط لها كمون العريض. الكمون العريض يقولوا كمون عريض وكمون الزميتة، اللي هو يعرف عند الدول العربية بالشمر. الشمر هو كمون العريض وكمون الزميتة عندنا. بعد ما نحمسها نشيلها المطحنة نغربلها ونحطها في حفاضات. وهذه الناس الكبار كبار السن يسحروا عليها في رمضان، يفضلوا يسحروا عليها في الفطر. العملية هذه يسموها التهريس. لما نهرسها كذا نحطها، طبعا هو عنده مهرس خاص به حوالي 10 كيلو مهرس حديد، خبطة بقولك بعصاية كذا، بأي عصاية، بأي عصا، باش يطلع منها القشور المحروقات ويطلع منها الحسك. نحط كمية كيلوين، 3 4 كيلو 5 كيلو، ونقعد ندقر في المهرس نهرسهن باش يطلع منها القشور المحروقات والحسك نتاعها. بعدين نغربلها.
بعدين غابة البخشور هذينا، وطبعا بدي لي حاجات الاخرات ونشيلها المطحنة. الزميتة طبعا بعد ما غسلتها ونظفتها ونقحتها وحمصتها على النار. بعد ما حمصتها هرستها تهريس باش يطلع منها القشور المحروقات، يطلع منها الحسك. وبعدين نضيف لها كمون حلو اللي هو اليانسون، او احنا نقول كمون حلو ونقول كمون كعك اللي هو اليانسون. نضيف له كمون العريض او كمون الزميتة اللي هو معروف بالشمر. هذا الكمون العريض اللي هو الشمر، يعرف كمون العريض ويعرف كمون الزميتة. هذا اليانسون يعرف في ليبيا كمون الكعك كمون حلو. ونضيف له كيلو كاكاوية. طبعا الكاكاوية هذا اختياري، يعني مش من ضمن الزميتة، هي كاكاوية لوز اي حاجة تضيفوها لها.